مرحبا بكم في الطيب عندك ومرحبا بكم في كوزينة لو سيور. اليوم بغيت نشارك معكم الشهيوه الزوينه اللي المغاربه كلهم كيحماقوا عليها اللي هو الراس. فاليوم بغيت نشاركوا معكم مذاق ديال الطنجيه على طريقتي وكنطيبوه في الكوكوط خفا زربان بلا عذاب بلا تماره. اول حاجه كناخذ الكوكوط كندير فيها الراس، كندير الملحه، كندير شويه ديال الكمون، قزبر يابس، سكنجبير كندير غير شويه ديال الخرقوم بلدي، كاس فيه الماء سخون وكنرقدوا فيه الزعفران شعره. هنا عندي بصيله كنقسمها على جوج وكنلوحها هكا صاينه، كندير طريفات ديال الحامض مصير. هنا عندي الثومه كنخليها صاينه، وغادي ندير شي شويه ديال السمن. ودابا غادي ندوزو نديرو زيت لو سيور. كنكتفي فقط بهذاك الماء اللي رقدت فيه الزعفران الشعره، والبصيله حتى هي كتطلق ليا الماء. كنسد على الكوكوط وكنخليها كطيب على عافيه مهيله، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الراس اللي طيبناه في الكوكوط على طريقتي بالمذاق ديال الطنجيه. كيجي زوين بزاف، قلي وقف الزويته ديالو. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه باش حتى نتوما توليو تعطيو لكل قيمه. لو سيور باش كل قيمه نعطيوها قيمه.